أهلا بيكم متابعين الكرام على قناتكم قصص واقعية. قصص من الواقع أبطالها رجال ونساء فتحوا لنا قلوبهم وحكوا لنا حكاياتهم، واحنا بنشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. ولو عندكم أي مشكلة وحابين تشاركوها معايا، معاليكم إلا التواصل على الفيسبوك اللي هتلاقوه في صندوق الوصف. ولو أول مرة بتشوفوا قناتي، متنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وحكاية النهاردة صاحبتها بتقول: أنا قصتي حقيقية، يمكن مش هتصدقوا إن أب يعمل كده في بنته، لكن بابا عمل فعل شنيع جدا. أنا جميلة وعايشة مع بابا وماما وثلاث إخوات غيري. كنت أنا التانية، ولما كان عمري 10 سنين والدي كان دايما بيبصلي بنظرات غريبة وما كنتش فاهمة، بس كنت حاسة إن هي مش بريئة. كنت بصحى من النوم الاقيه واقف بيبص عليا وبيتصفحني من فوق لتحت. اتكرر الامر اكتر من مرة لحد ما قررت ان انا اتكلم، وقلت لاختي سعاد. قلت لها: سعاد، انا عايزه اقولك على حاجه. قالت لي: خير يا جميله، في ايه؟ قلت لها: حاسه ان بابا بيبص عليا بنظرات غريبه ومش نظرات اب لبنته خالص. قالت لي: ايه اللي انت بتقوليه يا جميله ده؟ انت اتجننتي؟ قلت لها: صدقيني يا سعاد، والله زي ما بكلمك. قالت لي: لا، انتي مهبولة بقى، بطلي الكلام ده وبطلي جنان، اكيد انتي غلطانة. معرفتش هرد عليها وقلت لها يمكن انا بيتهيألي، وسكت. والموضوع برضو بيتكرر. وصلت لسن 13 سنة وبرضو بيكرر عملته. لا، والموضوع على تطور كمان، وبقى بيلمس أماكن في جسمي عيب وغلط. كنت برفض وبزعق معاه وبجري استخبى في اوضتي. وقررت ان انا اقول لماما، لاني ما بقيتش قادرة اتحمل. وقلت لها: يا ماما، بابا بيبصلي بصات غريبة، وكمان بيحاول ان هو يقرب مني ويلمس اماكن ما ينفعش ان هو يقرب لها اصلا. ماما طبعا كذبتني وما صدقتنيش، بل بالعكس كمان دي ضربتني. لحد ما خلاص فاض بيا الامر، ورحت واجهته ودخلت اوضته وقلت له: انت ليه بتعمل كده؟ انت المفروض بابا وقدوة وتحبنا وتخاف علينا، ازاي تعمل كده في بنتك؟ ولا انا مش بنتك؟ رد وقال لي: انا بعمل ايه؟ انت بنتي وملكي، وده حقي، وانتي اجمل واحدة في اخواتك ومفيش اي حاجة غلط. وقرب مني وحاول ان هو يضمني، بس انا بعدته عني وقلت له: انا ههرب من البيت القذر ده. وجريت ورحت قفلت اوضتي عليا بسرعة قبل ما يجي ورايا. وفعلا هربت من البيت اكتر من مرة، ولكن للأسف كل مرة كانوا بيقدروا ان هم يرجعوني البيت، واخر مرة منعوني ان انا اصلا اروح المدرسة. وفي يوم من الايام لما اتأكد ان مفيش غيري في البيت، سمعت صوت الباب. فكرت ان ماما رجعت، اصلها كانت خرجت تشتري علاج وتاخد كمان اذن من المدرسة. لما انا قعدت منها قلت لها: ماما، انت رجعتي؟ محدش رد. قلقت وخرجت اشوف مين اللي بره، لقيته خرج فجأة وانا اتفزعت. وقلت له: ايه اللي رجعك تاني؟ مش عندك شغل؟ بابا نظراته كلها خبز. قال لي: مفيش، نسيت حاجة ورجعت اجيبها. وبصلي من فوق لتحت. وقلت له: طيب ادخل جيبها. دخل اوضته وجريت على المطبخ وجبت حاجة وخبيتها تحت المخدة. طبعا دي حاجة علشان احمي بيها نفسي، علشان اضمن ان هو ما يقربليش. ولقيته جاي وقف قصادي ومسك دراعي وبدأ يمشي ايده عليه. اظن مفيش غيرنا، فرصة حلوة. انا بغضب: الفرصة حلوة. ورحت مطلعة السكينة وجرحته في ايده. قعد يصرخ وقال لي: انت مجنونة، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا بصوت عالي: انا زهقت، ولعلمك بقى المرة الجاية مش هتكون في ايدك. وقلت بعصبية: انت مستحيل تكون انت اب، انت واحد قذر، انا فاهمك من زمان، اياك تقرب مني تاني، فاهم ولا لا؟ قلتها وانا بشاور على قلبه. قال لي: انت مجنونة. قالها وهو بيتألم وسابني وخرج من البيت. رحت خرجت وغسلت السكينة اللي كانت في ايدي، وفضلت أبكي وقلت لنفسي: ازاي هعيش في سلام وانا المفروض سندي وحمايتي هو مصدر التهديد؟ مش عارفة اعمل ايه، بس اللي اعرفه اني هدافع عن نفسي ومن اي حد حتى لو وصل بيا الامر لفين.
بعد اليوم ده وبابا بدأ يتجنبني خالص، بس برضو نظراته فضلت هي، فضل على الحال ده. وبابا كمان بقى مشغول في البدروم بتاع البيت، بيجهز أوضة عازلة للصوت، وبيعمل لها 10 أبواب، وبينزل حاجات تحت. أنا ما كنتش أعرف هو بيجهز الأوضة دي ليه وعلشان إيه. ما كانش بيحكي أبدا، وكان منبه علينا ما حدش ينزل تحت ونعتبره مش موجود أصلا. وأنا كمان مهتمتش لأني ما بحبوش، وكنت بتجنبه على قد ما أقدر. وصلت لسن 16 سنة، وبابا حاول تاني إن هو يقرب مني. يومها أنا كنت نايمة، وفجأة لقيته بدأ يقرب مني، ولقيت حد بيحاول إن هو يلمسني. طبعا أنا قمت علشان أصرخ، ما هو أنا برضو اتخضيت. أنا كنت متأكدة إنه هو. صرخت جامد وقلت له: أنت بتعمل إيه؟ شد الغطا من عليا بسرعة، وأول ما النور ولع عمل نفسه كأنه بيغطيني. كانت ماما واخواتي سمعوا الصراخ وقاموا جري. فضلت أزعق وأقول لماما: انا قلتلكم قبل كده ان الراجل ده مش طبيعي، ده عايز مني حاجات مش كويسة. وفضلت اعيط، وبابا بيرد ببرود: بنتك مجنونة يا هانم، انا كنت بغطيها وما عملتلهاش اي حاجة، انت تفضلي كده كتير. وخرج. بصراحة اتقن الدور، انا كنت هصدقه. ماما قربت مني بعد ما خرج وقالت لي: في ايه يا جميلة؟ مالك؟ ده بابا اللي بيحبك. قلت لها: ما تقوليش بيحبني، ده واحد مش مظبوط، انتي مش عارفة حاجة ومش بتصدقي كلامي. ردت عليا: انا زهقت منك، بكرة هنروح لدكتور نفسي، نامي يلا، ولو خايفة اقفلي الباب من جوه. خرجت ماما وانا قمت جري قفلت الباب وجهزت شنطتي بعد ما ناموا كلهم. هربت تاني مع اني عارفة ان البوليس هيرجعني تاني، بس كان عندي امل المرة دي انه محدش يلاقيني. وحاولت ان انا اختفي عن الانظار واتفادى البوليس، لكن بعد اسبوع برضو رجعوني. ويومها لقيت في عيون بابا نظرات انتظار. انا بقى وانا متضايقة قلت له: اضحك كويس، لكن كلها سنة ونص، واول ما هتم 18 سنة هسيب البيت ومش هتقدر يوم هترجعني. فعلا اشتغلت جنب الدراسة علشان ما اعتمدش عليه في اي حاجة، وكمان احوش فلوس عشان لما اسيب البيت تنفعني. وهو الغريب انه ما بقاش بيتعرض لي خالص، بالعكس بقى مسالم وطيب، وبرضه بيستمر في الشغل في البدروم بعد ما يرجع من شغل. وتقريبا مش بشوفه، وبقيت مطمنة شوية انه خلاص صرف نظر عن فكرته وما بقاش مهتم بيا، او ربنا هداه وغير فكرته. بس برضه كنت حذرة من ناحيته، لحد ما كان فاضل اسبوع على عيد ميلادي. قلت له: على فكرة، ما تفتكرش بتغيير المعاملة دي انك هتقنعني ان انا اقعد، لا برضو هسيب البيت وكلها اسبوع وارتاح منك ومن نظراتك الغريبة دي. الغريب بقى ان هو قال لي: براحتك، براحتك يا حبيبتي، اللي انت عايزاه اعمليه، ربنا يوفقك. استغربت من ردة فعله دي، لكن ما شكتش في اي حاجة ولا الخطة اللي هو رسمها، لان طبعا عقليتي كبنت في سن ال18 طبعا مش هستوعب ذكاء شخص ناضج وخطط بقاله سنين لكل حاجة. لا، نفذ كمان الخطة. انا معرفش حاجة لحد قبل عيد ميلادي ب3 ايام. كنت قاعدة بقرا مجلة ومفيش غيرنا في البيت. قال لي: تعالي شيلي معايا الكنبة دي، بعد إلحاح كبير منه. وافقت وقلت له: اخلص علشان اخلص منه. شلت معاها الكنبة ونزلت في البدروم. اول مرة انزل فيه حسيت بالخوف والقلق، وسألته: ليه عامل 10 ابواب ورموز مختلفة؟ ولسه هطلع لقيته خبطني على دماغي. ما حسيتش بأي حاجة. صحيت من النوم او من الخبطة اللي هي على دماغي، لقيت نفسي في أوضة تحت الأرض عازلة للصوت. الأوضة مساحتها 35 متر، مفيهاش أي شباك، والباب مقفول بإحكام، والأوضة مفيهاش أي حاجة نهائي غير السرير. بابا سابني يومها ليلتين من غير أكل ولا شرب. كنت خايفة ومرعوبة جدا وجعانة جدا وعطشانة، ومن التعب فضلت نايمة مش قادرة أتحرك من مكاني.
ودماغي تعباني جدا، لحد ما جه بابا وجايب معاه أكل وشرب في الأطباق البلاستيك. طبعا مش جايب معاه أي أدوات للأكل، لا شوك ولا سكاكين ولا معالق ولا أي حاجة. من الجوع أكلت كل الأكل وشربت كل المية. بعدها للأسف بابا المرة دي قرب مني واعتدى عليا. فضلت أصرخ وأبعد عنه، لكن هو كان أقوى مني وقال لي بالحرف: اصرخي على قد ما تقدري، الأوضة عازلة للصوت ومحدش هيقدر يسمعك، وخليكي مطيعة علشان ما سيبكيش هنا تموتي، فاهمة؟ بعدها سابني ومشي، وقبل ما يمشي ساب إزازة مية ومشي. فضلت أعيط وأعيط وأصوت ومحدش سمعني. تعبت من معاملته الوحشية وتفكيري اتشل. ازاي والدي يعمل فيا كده؟ حرام اصلا ان هو اصلا يعاشر بنته. ازاي قدر ان هو يفكر في كل ده؟ كان شيطان والله، ايوه كان خبيث. بس ما فكرتش ابدا انه ممكن يعمل يحبسني في اوضه تحت الارض ما فيهاش اي ضوء شمس او هوا نضيف من بره. ازاي اب قدر يبقى شيطان كده ويفقد بنته وعذريتها ويعاشرها معاشرة الأزواج، وكمان يعتدي عليها؟ مش مستوعبة. فضلت كام ساعة أتوجع، وطبعا كنت خلاص خسرت شرفي وما كنتش عارفة أعمل إيه بعدها. جه بابا وقعد جنبي وقال لي: إذا حابة تاكلي عندي شرطين: الأول تكتبي رسالة إن انتي هربتي مع حبيبك ومش راجعة تاني، وإنك مبسوطة ومعاه ومفيش داعي تبلغوا الشرطة، لأني بقيت 18 سنة خلاص ومش هرجع على البيت ده تاني. والشرط التاني يا حلوة: توافقي إن أنا أقرب منك برضاكي، وكمان تخليني أعمل كل اللي أنا عاوزه من غير أي عصبية. اتعصبت وقلت له: ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اب؟ انت ازاي اب؟ انت ازاي والدي بجد؟ ولا انا شاكة؟ لا، انا متأكدة ان انت مش ابويا. انا مش موافقة على شروطك، ولو هتموتني هنا. قام من مكانه ونزل فيا ضرب، وللمرة التانية عمل فيا اللي انتم فاهمينه، وسابني واخد الاكل ومشي. وقبل ما يمشي قال لي: كل مرة هترفضي هعمل كده غصب عنك، وعقابك هيكون انك تتحرمي من الاكل. ومشي. وانا جعت كتير، دخلت الحمام اللي في الاوضه. اه، نسيت اقول لكم ان الاوضه بالحمام هي 35 متر. حمام صغير جدا يدوب اقدر ادخله. اول يومين ما كانش فيه ميه، لكن وصل فيه ميه اخيرا واخدت حمام. والمره دي سابني يومين ما جاش عندي، وكنت جعانه جدا. وفضلت افكر: هل اوافق على طلباته وانا جعانه جدا مش عارفه اعمل ايه؟ افضل على الرفض برضو وبياخد اللي هو عايزه، ولا وافق ولا اعمل ايه؟ فكرت كتير اني اوافق او ارفض، لكن الخوف والمعاملة السيئة منه ومن كتر الجوع قررت ان انا اوافق. هو كده كده هياخد اللي هو عايزه، وانا اللي مضرورة. مفيش في ايدي غير اني اوافق، عارفة ان قرار غلط، بس مفيش في ايدي اي حاجة اعملها غير كده. يمكن تفكيري كطفلة لسه مفيش نضج خلاني اوافق على اسلوبه في الضغط عليا. ولما جه قلت له اني موافقة، بس الاول لازم يسيبني اكل. وفعلا جاب لي اكل كتير، وانا كنت من كتر الجوع اكلته كله. وكان معاه ورقة وقلم وكتبت فيها الخطاب اللي طلبه مني، ووافقت على انه يقرب لي. وفعلا بدأ يعمل معايا علاقة، بس المرة دي بإرادتي، لكن كنت قرفانة منه. بس اضطريت وفضلت على الحال ده سنين، وأسلوب ضغطه هو. ولو عايزة أي حاجة يجيبها في الأوضة لازم أوافق إن هو يقرب لي. مع أسلوب الضغط منع الأكل كنت بوافق. يعني مثلا طلبت تلفزيون، قال لي: الأول اديني حقوقي بقى. بيسميها حقوق، وتخيلوا بقيت بالنسبة له إن هو يقرب لي بأداء حقه الشرعي، مملوكة لملك الظالم. لكن مفيش مفر، للأسف كنت كل ما أمرض علشان يوافق يجيب لي دواء لازم أوافق إن هو يقرب لي. عايزة كنبة، مصباح، نور، كتاب، قلم، ورقة، أي حاجة لازم بمقابل. فضلت كده سنتين. طبعا الاكتئاب والوحدة كانوا هم أصحابي. كنت بكتب كل حاجة بتحصل معايا وأخبي الورق علشان ما يشوفوش. وكانت متعتي الوحيدة التلفزيون،
وقت ما اسمع صوت فتح الباب كانت سكينة بتتغرس في قلبي. مكنتش بحب وجوده خالص، كنت بقول امتى هيمشي او حتى امتى ربنا ياخدني وارتاح منه خالص. طلبت منه ان هو يوفر لي معلبات وأجهزة وأكل وعيش وتلاجة ومشروبات باردة، وطبعا انتوا عارفين ايه التمن. كان بياخد اللي هو عايزه، وكان بيجيب لي كل حاجة بقوله عليها، ولكن ما كانش بيجيب ولا شوك ولا معالق، وده كان شرطه. قلت له مش مهم، المهم تجيب لي طلباتي، أكلي، الحاجات اللي أنا أكلها، مشروبات، لأنك بتغيب بالأيام وبكون جعانة. قال لي حاضر، أجيب لك كل حاجة بتحبيها، بس تبقي مطيعة وتسمعي كلامي في كل طلباتي، وانتي فاهمة طلباتي. والدتك كبرت، انتي كده بتريحيها، وكمان أحسن ما أعمل كده مع حد بره وتبقى خيانة لوالدتك ولا ايه. ما ردتش عليه، لأني عارفة ان هو كذاب وكل كلامه كذب وغلط. لحد ما في يوم حسيت بتعب شديد قوي ومغص رهيب، وفضلت أرجع كتير، وقلت له هتجيب لي علاج، وجابه بس ما عملش حاجة، وقلت له يظهر اني حامل، وطلبت كتير منه وترجيته ان هو يسيبني انزل الطفل وياخدني المستشفى اعمل عملية اجهاض، لكن رده صدمني. تفتكروا رد كان ايه؟ جاب لي اختبار حمل، وفعلا طلعت حامل. اترجيته ان انا انزل البيبي، وما كنتش حابة ان هو اجيب طفل من اب زي ده، وكمان ازاي اصلا اسمح لابني يعيش العيشة دي، وكمان والدي يبقى ابوه. طب ازاي الطفل ده يعيش حياة سوية؟ طب ازاي يعيش زي بقية الناس في مكان زي ده، ومن اب هيكون جده ووالده في نفس الوقت؟ حاولت ان انا انزله، ولكن معرفتش. كنت قللت الخبرة ومعرفتش ازاي انزله. اترجيته ان هو ياخدني المستشفى وارجع معاه، بس مرضيش، ورده صدمني. قال لي عايزة تخرجي من هنا وتفضحيني، فاكراني عيل صغير؟ الطفل هيتولد هنا. فضلت اعيط واترجاه بلاش الطفل يجي بالطريقة دي على العالم، بس هو رفض برضه. ولقيته بقى يجيب لي كتب الحمل وكتب ازاي اولد الطفل طبيعي، واعمل ايه علشان احافظ على نفسي وعلى البيبي. وبدأت اقراهم فعلا. حاولت ان انا اتعلم كل شيء عن الاطفال والحمل، وازاي اولد بنفسي طبيعي. طول الحمل كان بيجيب لي فيتامينات وحاجات لوازم الحمل. وبدأ يظهر عليا الحمل، وكنت تعبانة جدا، وفكرت ان هو يرحمني بوضع ده، لكن برضه كان دايما بيجي ويطلب مني ان هو يقرب لي برغم تعبي. وان رفضت يمنع عني الاكل ويفصل عني الكهرباء. وترجيته ان هو يرحم وضعي وانا تعبانة بسبب الحمل، لكن كان فعلا شخص قاسي جدا. ما أثرتش في دموعي ولا توسلاتي. رغم كده فضلت أتحمل لحد ما قرب ميعاد الولادة، وكنت في الشهر التاسع. وفي يوم وأنا نايمة قمت لقيت السرير متغرق مية وحاجات غريبة بتنزل مني. وطبعا لأني قريت الكتب اللي كان بيجيبها لي، عرفت إن ده وقت الولادة. ولكن كنت تعبانة جدا ومفيش حد معايا، وده أصعب وقت مر عليا. كل بنت بتتمنى والدتها أو جوزها يكون معاها ياخدها المستشفى ويهتم بيها، لكن أنا ما كانش معايا ولا مخلوق. فضلت أحاول أنفذ التعليمات اللي قريت عنها، وروحي كانت بتطلع مني، وتمنيتها فعلا تطلع وارتاح. فضلت أحاول أخرج الطفل لحد ما فعلا خرج على الأرض بصعوبة. مديت إيدي وشديته، وكنت تعبانة جدا. والطفلة طلعت بنت جميلة وجسمها كله دم، والحبل السري بينا متصل وما اتقطعش. المهم حاولت ان انا اشيله، معرفتش. مديت ايدي وجبت طبق بلاستيك وعملت بيه وقطعت بيه الحبل السري، وجبت قماشة وحطيتها مكان نزول الحاجات اللي بتنزل دي وقت الولادة. ست البنت وكانت جعانة وبتعيط، عملت لها حاجة سخنة شربتها، ويدوب أخدت نقطتين ونامت. أنا كمان كنت تعبانة حرفيا وبموت، وأنا كمان نمت وصحيت على فتح الباب. معرفش عدى وقت قد ايه ولقيته جاي، ولما شاف الطفلة فرح وفضل يبوسها، وقال لي جملة غريبة جدا: أول بنت من ثمار حبنا. تخيلوا بيقول حبنا. راجل معدوم الضمير، كنت قرفانة منه جدا.
ما اتكلمتش، فضل يقولي مالك وشاورتله على بطني وقال لي تعبانة من الولادة، انا هخرج اجيبلك حاجات للبيبي وليكي وعلاج وحفاضات. حمدت ربنا انه خرج في داهية ونمت تاني من التعب وما كنتش قادرة اتحرك. بس فضلت ابص لبنتي، اول طفلة ملهاش ذنب، بريئة، حياتها هتبقى معايا صعبة. حزنت عليها وكمان ضمتها لصدري قوي ونسيت الألم. وفضلت أفكر أسميها ايه وأرضعها ازاي، وحسيت ان هي النور اللي هينور حياتي البائسة. المهم سميتها نور. كانت تربيتها صعبة قوي عليا لأنها أول طفل وأنا ما كنتش فاهمة، يعني كانت أول حاجة ومش قادرة أهتم بيها. وقت وجود باباها بقيت أعرف أقول عليه بابا. لو كانت البنت تعيط وهو معايا كنت بقوله استنى مثلا أسكتها، يقولي سيبيها تعيط. حتى مفيش حنية للطفلة. كنت بكرهه قوي، كان نفسي أموته، لكن كنت قليلة الحيلة. وكفاية اللي أنا عايشة فيه سبب لي ضعف أكتر ما كنت وما كنتش بقدر عليه. مرت سنة وبدأت نور تتعلم المشي وكنت بعلمها كل حاجة علشان تطلع طفلة سوية وما بيبقاش ناقصها أي حاجة. بس بعد ما يجي سنة ونص تعبت تاني وتأكدت إني حامل للمرة التانية. وعلشان ما اطولش عليكم، حملت وطبعا جبت الطفل التاني بنفس الطريقة، ولكن المرة دي كان ولد. تعبت اكتر من المرة اللي فاتت، حسيت اني بقيت اضعف مع اني في عز شبابي، لكن جسمي بقى ضعيف. وحاولت ان انا اتكيف، بس ازاي الواحد يتكيف في مكان تحت الارض مفهوش ولا هوا ولا حتى شباك اشوف منه الشارع؟ مش بتعامل مع ناس، وكانت اصعب اوقات حياتي. يعني هو ده ابويا، هو ده السند والظهر. يعني انا سألته كتير اذا كان ابويا الحقيقي فعلا ولا لا، وكان دايما ردة فعله انا والدك وانت بنتي ولحم ودمي زيك زي اخواتك، لكن رغبتي بيكي كانت اقوى من رغبتي الابوية. والمفروض تشكريني، سايبك عايشة انت وولادك لحد دلوقتي. انت هنا عبد لرغباتي وبس، فاهمة؟ ومسك شعري وكان هيقطعه في ايده وقال لي اياكي تفكري غير كده، وما تتخيليش انك هتخرجي من هنا. لو مت انا هتفضلوا هنا لحد ما تموتوا من الجوع. مفكر يعني ان انا ابقى افضل عايش؟ لا، موتي معناه موتك انتي وولادك. سابني ومشي وفضلت اعيط، ولادي فضلوا يعيطوا. عدت سنة ونص وولدت ابني التالت. حملت في التالت وكان نفسي يكون في حل أبطل أحمل، لأن كده كتير 3 أطفال في أوضة 35 متر والمكان بدأ يبقى ضيق. المرة دي جبت طفل معاق ومعاق ذهنيا ومحتاج تربية ورعاية. اترجيت وقلت له إن أمي ادي لأمي تربيهولي، ولكن طبعا رفض. بعدين جالي انهيار عصبي وحالة هستيريا من خوفي على ابني. فضل يهديني وجابلي أدوية مضادات الاكتئاب وقال لي إن هو هياخده وهيوديه دار رعاية أحسن. وقلت له مش هرتاح ومش هبقى مطمنة على ابني لو انت خدته، لماما هي اللي تاخد بالها منه. وبعد معاناة ومناهدة كتير قوي معاه في الآخر وافق وطلب مني إن أنا أكتب رسالة أكتب فيها خلي بالكم من ابني علشان أنا مش قادرة إن أنا أربيه. وفعلا خد الرسالة وخد الولد وراح حطه قدام باب البيت وعمل نفسه كأنه خارج ومتفاجئ ولقى الولد. وطبعا أمي خدته وربته، والموضوع موقفش هنا، الموضوع اتطور أكتر وأكتر. حملت تاني وخلفت تاني، والمرة دي توأم. واحد منهم كان تعبان، اترجيت أبويا إن هو ياخده ويوديه مستشفى، ولكن هو رفض. الولد اتوفى وبقى معايا التاني. في المرحلة دي كان معايا 4 أو 5 أطفال، والخامس اللي هو اتوفى يعني. 3 كانوا معايا والرابع كان مع أمي، هي اللي كانت بتربيه. ماما كانت قاعدة محبوسة تحت رجليه، وهي متعرفش، لا هي ولا اخواتي كلهم عايشين حياة طبيعية وانا محبوسة. ذنبي ايه؟ ذنبي ان انا عندي اب زي ده؟ المهم عدت كمان فترة وبعدها حملت لغاية ما وصلت ل7 أطفال.
4 فضلوا معايا وال3 ربتهم أمي بنفس الطريقة، بكتب رسالة أودي البيبي لأبويا يروح يحطه عند الباب يربوه، وانتم فاهمين أكيد يعني على أساس إنه أصلا إن أنا هربانة، وعلى أساس إن أنا مش عايزة أرجع، وكل الناس متيقنة بالكلام ده. طبعا عيالي بدأوا يكبروا وخصوصا بنتي الكبيرة بدأوا يسألوني كتير: يا ماما فين الدنيا، فين الحياة، هو احنا نفضل محبوسين هنا ليه؟ ليه احنا ما بنخرجش؟ الأطفال بقوا أشقية وبقوا عايزين يلعبوا، بقيت بحاول على قد ما أقدر إن أنا أعمل لهم، أعلمهم الحروف وأعلمهم الأرقام وأتكلم لهم عن الخارج، برغم إن أنا كمان نسيت حاجات كتير. أصل عدى سنين كتير عليا أوي وفضلت محبوسة هناك لمدة 24 سنة. تخيلوا معايا 24 سنة وانت محبوس في قبر مع واحد حيوان حرامي، أقل ما يقال عليه إنسان أو أب مجرد من الإنسانية، لغاية ما بنتي الكبيرة بقى عندها 19 سنة. ولادي كان شخصيتهم ضعيفة وكان جسمهم ضعيف جدا من قلة الأكل ومن التعذيب اللي كانوا بيشوفوه من أبوهم، علشان لما كان بيطلب مني حاجات وارفضها وكان بينتقم مني في عيالي. عيالي كانوا هما الوحيدين اللي عندي في حياتي. المهم فضلنا على الحال ده لغاية ما بنتي الكبيرة كانت تعبت وكانت خلاص بتموت. أنا هنا قعدت أعيط وطلبت من أبويا إن هو ياخدها المستشفى، قلت له إنها حفيدتك أو أي حاجة بس خدها المستشفى علشان خاطري، وقعدت أترجاه كتير ونفذت له طلبات كتير قوي علشان يوافق. وفعلا وافق وخد البنت للمستشفى. طبعا لما خدها هناك الدكاترة بدأوا يسألوه مين دي، قال لهم حفيدتي. قالوا له طب عندها مرض بقاله سنين، أمال أمها فين؟ قال لهم أمها هربت، وهنا اكتشفوا إن أنا اللي كانوا بيدوروا عليا من زمان، وأنا اللي مختفية، وعرفوا إن أبويا هو اللي كان عامل بلاغ في اختفائي. المهم قالوا له أنت جبت البنت منين ومش عارف ايه مكان بنتك. قال لهم لا، أنا بنتي مش عارفها هربانة فين، هي هربانة بقالها كتير، وأنا فتحت باب شقتي لقيت حفيدتي نايمة عند الباب ومعاها رسالة من بنتي بتقول خلي بالك منها يا بابا ووديها المستشفى. وطبعا البنت ما كانتش بتتكلم من كتر ما هي كانت تعبانة، لدرجة انها دخلت في مرحلة غيبوبة. طبعا هنا ابويا رجع تاني عندي وقلت له فين بنتي؟ قال لي بنتك في المستشفى في غيبوبة. قلت له عشان خاطري خدني اشوفها، خدني اشوفها. قال لي انت عايزة تفضحيني؟ قلت له لا مش هفضحك، وهوعدك ان انا مش هفضحك، انا هروح شوف بنتي بس. وعشان هو كان شايف ان البوليس بيدور عليا وشايف ان الاطباء مش عايزين يعملوا اي اجراءات قبل ما يشوفوا ام البنت عشان يعرفوا الملف بتاع مرضها يعني والاوراق، وعشان يعرفوا يعملوا ايه. ساعتها اقتنع وقال لي ماشي انا هاخدك، بس هتقولي كذا وكذا وكذا، وحفظني شوية كلام. فعلا خرجت من هناك، وطبعا كان مهددني بعيالي اللي لسه موجودين في القبر اللي انا كنت فيه، وقال لي لو عملتي اي حاجة كده عيالك هيروحوا فيها. قلت له خلاص ما تخافش. المهم استغل فرصة ان امي واخواتي ما كانوش موجودين وخدني من هناك ورحنا على المستشفى. اول ما دخلت الدكاترة اول ما شافوني حسوني ان في حاجة مريبة، وطبعا عندهم حق يحسوا بكده عشان انا كنت جسمي ضعيف جدا جدا وهزيلة. انا كان باين عليا عمر اكبر من عمري ب10 سنين او ب20 سنة. الدكاترة لما شافوا المنظر ده شكوا في الموضوع واتصلوا بالشرطة اللي جت خدتني على المخفر، وقعدوا يتكلموا معايا ويسألوني انت كنت مختفية فين طول ال24 سنة دول، وقعدوا يسألوني أسئلة كتير. فضلت لمدة 5 ساعات وأنا ساكتة ومش قادرة أتكلم، لغاية ما أخيرا حسيت بالأمان وكنت شايفة إن في أمل إن أنا أنقذ عيالي، علشان كده قررت إني أتكلم. وفعلا حكيت لهم كل اللي أبويا عمله من الألف للياء. طبعا هما لما سمعوا الكلام اللي أنا حكيته كلهم كانوا مصدومين، طبعا محدش كان مصدق، وخدوني في العربية وودوني على بيتنا وراحوا يفتشوا في البيت لغاية ما لقوا المكان اللي كنت محبوسة فيه كان مبني بطريقة احترافية، خصوصا ان ابويا كان مهندس، علشان كده خد 6 سنين علشان يجهز المكان اللي يحبسني فيه ده بقفال
إلكترونية وبوابات عزل للصوت وحاجات كتيرة قوي. البوليس كان مصدوم ازاي بنت 24 سنة محبوسة في مكان زي ده في بيتهم وأهلها ما يعرفوش عنها حاجة. أمي لما عرفت هي كمان اتصدمت، اخواتي وكل العيلة كانوا مصدومين. أبويا طبعا اتمسك وعيالي طلعوهم من هناك وخدوني من عيادة على العيادة وقعدت هناك في الرعاية الطبية، والحمد لله بقيت كويسة وبنتي كمان بقت كويسة. وفضلنا في العيادة لمدة سنة لغاية ما الحمد لله عيالي تأقلموا مع الحياة وبدأوا يتعاملوا مع الناس ازاي، ويعني ايه مطر ويعني ايه شمس ويعني ايه كل حاجة. الحمد لله كنت فرحانة. وبعد فترة كنت لازم اتحط في مواجهة مع ابويا في المحكمة اللي كان مغطي وشه ومش قادر يبص للناس، وكانت كل الناس بتلعنه، كل الناس بتشتم فيه، وانا عمري ما هسامحه طول عمري، كل حياتي مش هسامحه. حسبي الله ونعم الوكيل، ضيع لي حياتي. انا حاولت ان انا اقربكم من الشخصيات بتاعه القصه، وحاولت ان انا احكي لكم بطريقتي، واتمنى انكم ما تبخلوش علينا برايكم ونصايحكم. وزي ما تعودتم، قصصنا وحكاياتنا كلها واقعيه وحقيقيه وحصلت فعلا. ولو عندكم مشكله وحابين تشاركوها معايا، كل اللي عليكم تتواصلوا معايا على صفحة الفيسبوك اللي هتلاقوها في الوصف. وأي حد فيكم وصل معايا لغاية هنا، شكرا جزيلا لاستماعكم، ونتقابل في قصة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.